السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين قبل دي الجنينة بتاعتي وبعد. بصوا ما شاء الله بقت عاملة ازاي. هنا بقى طبعا كل الزرع ده جوزي اللي زرعه. زي ما انتم شايفين دي اخر بصلاية احنا بنشيلها دلوقتي عشان جوزي بيوريني ازاي ازرع. طبعا في حاجات كتيرة قوي اتعلمتها منه، فكنت بنبت حاجات فوق وهو بيزرعها، وفي حاجات طبعا هو بيزرعها كده. الحاجات السهلة اللي انا اقدر انبتها كنت بنبتها. معلش بقى اعذروني عشان صوتي منبوح كده داخل على دور برد. بصوا دلوقتي هو بيوريني ازاي ازرع. انا نبت قبل كده ونزلت لكم الفيديو بتاع الكرومبة الكبيرة دي اللي انا شلتها. دي كنت منبتها فوق وهو حطها يعني في الارض، بس فوق حطها في الجنينة اللي فوق. دي جنينة صغيرة، فالجنينة اللي فوق دي اللي على الشارع صورتها لكم قبل كده، نزلتها فيديو ووريتكم الكرومباية واحنا بنشيلها ما شاء الله. وغير البذور اللي احنا شلناها عشان وقت الزرع بتاعها يعني. بصوا البصلاية عاملة ازاي، دي اخر واحدة. كان كمية بصل حلوة بجد. والكرنباية دي كانت انا منبتاها في المطبخ. ونبت كمان توم وبطاطس. طبعا لما بتلاقي البطاطس مزرعة كده دي بقى تنبتيها بتبقى سهلة جدا. انا كنت بحطها في شوية مية والاقيها خضرت. اول ما الاقيها خضرت كده وطلعت بتاع الزهرة بتاعتها بديها لجوزي ويزرعها. هنا بقى بيوريني ان هو بيعمل فتحات بالخرطوم عشان يزرع فيها. طبعا هو زرع فلفل وطماطم وبصل وجرجير. بصوا هو بقى بيوريني بحيث ان ايه لو هو مش فاضي انا تولى المهمة شوية. بصوا بصوا النعناع كان لسه عاملينه لسه صغير، دلوقتي طبعا كبر، بس الفيديو ده من بدري وانا ايه قلت بقى هنزل الفيديوهات ديت عشان الكل يستفيد. بيحط في كل فتحة واحدة. بصوا ما شاء الله. هنا بقى الطماطم وهي خضرة، ده الجرجير. بصوا الزرع. بصوا بقى الجنينة عاملة ازاي. دي البطاطس. بصوا ما شاء الله. بصوا الحمام تحفة. المكان بجد حلو جدا لما يكون في خضرة، حلو جدا جدا. انا بعشق الخضرة ما شاء الله. بصوا دي الجنينة الصغيرة بتاعتي. ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني وهوريكم دلوقتي بقت اكبر وبقت احلى. بس انا عايزة اعرفكم ان الخضرة والحاجات اللي انتي بتعملها في البيت حلوة قوي قوي وسهلة مش صعبة. ولو مش عارفة تتفرجي على فيديوهات زي ما احنا عملنا فيديوهات كتيرة عن الزراعة. بصوا الفلفل عامل ازاي ما شاء الله، ده مولع، فلفل مولع فظيع. بصي بتفرحي بالحاجات اللي انتي بتعمليها. بصي دي جنينة. ده كل ده بقى اتغير يعني، شلت الحاجات دي وظبطنا الدنيا شوية. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لحد ما اشوفكم المرة الجاية وانزل لكم الفيديو بالجنينة كلها.